السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. نأخذ الآية التي تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. نعطي لهذه الآية ما هو تفسيرها بالقرآن. هذه الآية قدمتها في بيان، جزء منها في بيان وجزء منها في تفسير. الجزء الأول: والسماء ذات الرجع، تكلمت عنها في بيان، والأرض ذات الصدع في تفسير. في الحلقة هذه أعطي توضيحات أكثر وتفسيرها بكاملها من القرآن. أولا: والسماء ذات الرجع تعني المطر، ذات الرجع المطر الذي يرجع الحياة للأرض. والأرض ذات الصدع تعني النبات الذي يخرج بعد ذلك فيشق الأرض. النبات الذي يخرج بعد ذلك فيشق الأرض. عندما نقول النبات يبدو للإنسان الزرع وكذا، لا تنسى الأشجار. شجرة عندما تخرج من الأرض فإنها تشق الأرض. نخلة عندما تخرج من الأرض فإنها تشق الأرض. وعندما تنزع نخلة من الأرض أو شجرة من الأرض تنزعها فإنك تجدها عميقة في الأرض، وإذا نزعتها فعلا تشق الأرض. إذا نزعتها بمعنى أنها شقت الأرض، ذات الصدع تشق الأرض. الأرض تتشقق من النبات بصفة عامة، سواء كان صغيرا أو كبيرا. أعطينا توضيح أكثر فقط. الآن هذه الآية أقدم تفسيرها من القرآن. ما هي الآية التي تفسر هذه الآية؟ الآية التي تفسر هذه الآية هي الآية التي تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. من النبات الصغير إلى الأشجار. هذه الآية. السلام عليكم.